كفتة اللحمة الاقتصادية من أحلى الكفتة اللي هتعمليها إن شاء الله. تبع المقادير والخطوات بالظبط، ما تغيريش فيها أي حاجة نهائي علشان خاطر تطلع معاكي مظبوطة وتطلع كمان بالطعم المظبوط. هنعملها النهاردة بطريقة كده حلوة قوي، يعني سندوتش من ده ميكس كده مع بعضه هيوديكي في حتة تانية خالص وهيكون طعمه مميز جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. واول حاجه هنعمل الخلطه بتاعه البطاطس، ودي هتكون طعمها حلو قوي، يعني حتى لو هتاكليها لوحديها كده هتكون طعمها في منتهى الجمال. معايا 2 بطاطسايه مقطعاهم مكعبات صغيره، قطعيهم مكعبات صغيره، حابه تضاعفي الكميه عن كده تمام، حابه تقلليها برضو تمام، دي في ايديكي وزي ما انت عايزه. هنكون محضرين طبق، والطبق ده هنقطع فيه بصلايه كبيره ونص حبه من الفلفل الاحمر وحبايتين من الفلفل الاخضر، والكميه برضو بتكون على حسب الرغبه. ومعانا نص حزمة من البقدونس، واخدين الورق بتاعها بس ومقطعينها قطع صغيرة. طبعا الوصفة دي لو هتعمليها سندوتشات كده وتاكليها بعيش ميكس يجنن مع اللحمة، حاجة كده تحفة قوي وجديدة كمان. هنجيب بقى طاسة على النار، هنحط فيها تلت كوباية كده من الزيت او نص كوباية. احنا عايزين نحمر البطاطس دي بس مش هنحمرها بنسبة زيت كتير، حاجة قليلة كده. اول ما الزيت يسخن معاكي كأنك بتحمري بطاطس بالظبط، بتوزعي بقى البطاطس كده في الطاسة وبتسيبيها تحمر، بس مش تحمر للاخر، يعني عايزينها تتشمع بمعنى اصح علشان بعد كده ما تتهريش معانا، يعني يكون لونها ذهبي من وقت للتاني كده، هتقلبيها لحد ما كلها تاخد لون واحد ويكون لونها ذهبي فاتح. اول ما هتاخد اللون الذهبي هننزل عليها بالخضار اللي احنا كنا مقطعينه، هنقلبهم مع بعض كده ونشوحهم مع بعض شوية، وفي الوقت ده هتشمي احلى ريحة للبطاطس، حاجة كده في منتهى الجمال. بعد ما بنشوحها دقيقتين 3 كده مع بعضيها بننزل بالتوابل. التوابل بتكون عبارة عن بابريكا وكزبرة ناشفة وملح، مش اكتر من كده، محطتش اكتر من كده، حابة تحطي اكتر من كده حطي. وحطيت معلقة صغيرة من هريسة الشطة وبرده دي اختياري. هنقلبهم مع بعض كويس، وفي الوقت ده ريحتها تحفة، ميكس يجنن. وكمان البطاطس ما تهرتش معانا علشان ان احنا مشمعينها زي ما احنا قلنا، او بمعنى اصح خليناها تحمر بس مش تحمير كامل. خلاص كده كان الموضوع استوى معانا، مش محتاج اي حاجة خالص لان كده كده البطاطس مستوية. نزلت عليهم بالبقدونس، وفي الوقت ده قلبتهم تقليبة واحدة بس وطفيت النار، وركنت الكلام الجميل ده على جنب لحد ما نحضر الحشوة بتاعت الكفتة. ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ودي بتجيبيها من عند الجزار عادي خالص، ولو بتستخدمي اللحمة من اللي هي بتاعت السوبر ماركت تستخدميها برضو مفيش مشكلة. عليهم بطاطساية، والبطاطساية بتكون وسط، ونبشرها بالناحية الناعمة، بأكد عليكم بالناحية الناعمة يا جماعة مش بالناحية الخشنة، لأن بتختلف قوي في الطعم. تمام. وبنكون مصفيين المية بتاعتها تماما. ومعانا هنا معلقتين كبار من الدهن، ودي اختياري، حابة تحطيها حطيها، بس بتخلي الكفتة طرية كده معاكي وحلوة. بصلاية كده متوسطة وبرده بشرينها ومصفيين المية بتاعتها، ونص حباية من الفلفل الأحمر ومصفيين المية بتاعته. حوالي 5 عيدان كده من البقدونس وهنحطهم مع بعض، وهنضرب الكلام الجميل ده كله في الكبة. لو في الوقت ده مقطعة شرايح البطاطس تخينة أو كبيرة أو بالناحية الخشنة مش هتتضرب ومش هتبقى ناعمة في الكفتة نفسها، تمام، فبالتالي طعمها هيبان وهتكون باينة قطع منها كده. فلازم ان احنا نعملها من الناحية الناعمة، لما نيجي نعمل وصفة لازم نعملها صح، يعني بمعنى اصح انك لازم تعمليها صح علشان تطلع النتيجة معاكي في الاخر متكاملة كده، ووصفة تكون ممتازة معاكي وطعم حلو كمان. المكونات كلها في الكبة بقت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. على طول بنديها الملح بتاعها وشوية من الكزبرة، شوية من السبع بهارات وبابريكا، وهنا رشة كده من البيكنج باودر بما يعادل نص معلقة صغيرة، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعايا هنا ربع كوباية من البقسماط الناعم. مش حابة تستخدمي بقسماط استبدليه بدقيق، حطي حوالي معلقتين 3 كده من الدقيق. وكمان لو حابة تشيلي الدهن من الوصفة تقدري ان انت تحطي معلقة من النشا بتعادل الدهون اللي في اللحمة وبتخلي طعمها حلو. لكن لو اللحمة جايباها من عند الجزار فيها نسبة دهون يبقى خلاص ما تحطيش دهن خالص في الوصفة.
شوية بقى من الزيت وهنكور الكفتة بتاعتنا دي. عايزة تعمليها صوابع تمام، حابة تعمليها كور صغيرة تمام. ربع كيلو بيعمل كمية حلوة قوي. هنشكل الكفتة بالشكل ده وهتكون معانا جاهزة زي ما احنا شايفين. دي الكمية بتاعت الربع كيلو تمام. على طول بقى بنروح على الطاسة بتاعتنا، وطبعا كالعادة بحط فيها قطعة كده صغيرة من الدهن، وبعد كده بحط لها شوية من الزيت صغيرين. طب في ناس قالت لي ممكن نستبدل الدهن بسمنة مثلا او نشيله خالص من الوصفة وانت بتحمريها. شيليه مفيش مشكلة، هو بيدي طعم مش اكتر من كده. طيب نقدر نستخدم دهن ضاني في الوصفة. تقدري تستخدمي دهن ضاني لو انت متأكدة من مصدره ومفيهوش اي ريحة زفارة ولا طعم زفارة، وكمان يكون عندك في البيت بيحبوا طعم الحاجة اللي هي الضاني، مش مثلا ما بيحبوش الضاني وتيجي تحطيها فتغير طعم الوصفة. لا، يعني تتأكدي كده من كل حاجة وانت بتعملي الوصفة بتاعتك. اول ما اتأكدنا ان الزيت سخن كده مع الدهن والطاسة سخنت، على طول بننزل بالكفتة. في الوقت ده بنهدي بقى النار ونقلب في الكفتة لحد ما تحمر وتستوي معانا. واللحمة المفرومة او الفراخ المفرومة من الحاجات اللي ما بتاخدش تسوية كتير او ما بتاخدش وقت كتير. يعني بصي الاكلة كلها على بعضيها كده مش هتاخد معاكي نص ساعة وهتكون جاهزة. اهم حاجة انك تهدي النار في الوقت ده علشان الكفتة تستوي وتاخد اللون المطلوب. اول ما خدت اللون المطلوب على طول نزلت عليها بمعلقة من دبس الرمان، وده بيخلي كفتة اللحمة او الفراخ طعمها بيتغير تماما وبيكون طعمها حلو قوي. خلاص كده نزلنا بفص ثوم صغير في النص، بنوسع له مكان كده وبننزل بفص ثوم. بعد ما بننزل بفص الثوم بنزل بنص حباية من الشطة، ودي اختياري. هنقلبهم مع بعض كويس قوي. والنهاردة هتعملي بربع كيلو بس من اللحمة أكلة كده اقتصادية وفي نفس الوقت أكلة جديدة، وإن شاء الله الكل هيحبها في البيت. في الوقت ده ليكي اختيارين، ممكن تحطي خلطة البطاطس اللي احنا حطيناها دي على الكفتة وتقلبيهم كده مع بعض علشان ياخدوا من طعم بعض، وممكن تحطي الخلطة بتاعت البطاطس دي في الطبق من تحت وبعد كده ترصي عليها الكفتة من فوق، اللي تحبيه بقى. لكن انا النهارده بصراحه خليتهم كده يتشوحوا مع بعض حوالي دقيقتين 3 كده على النار، وبعد كده عملت لهم خطوه غيرت الطعم وقلبت الطعم وقلبت ريحه الشقه كلها. وزي ما احنا شايفين البطاطس ولا اتهرت معانا ولا اي حاجه خالص، كل واحده كده بوحدتها ومستقله بنفسها، وفي نفس الوقت الطبخه كلها على بعضيها ما فيهاش اي سوائل، يعني كلها نواشف. هنوسع لها كده مكان، وبعد كده هنكون جايبين فحماية كده على النار، حطيها بقى في ورقة فويل او في طبق صغير وطفيها بمعلقة من الزيت او معلقة من السمنة. اول ما بتطلع معاكي الدخان كده بتغطيها بس حوالي 3-4 دقايق وبتقدمي الطبق بتاعك على طول. وخطوة الفحم دي اختيارية لكن بتدي طعم حلو قوي، كأنك يعني حاجة كده بتكون واخدة ريحة الفحم كأنك شويها بالظبط على الفحم. وبيكون معانا احلى والذ طبق كفتة اقتصادي هيعجب الكل ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله لله هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو اول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. ولو جربتي وصفة الكفتة الاقتصادية دي معايا قبل كده يا ريت تسيبي تعليق علشان تفرحيني. والاكله دي بتتاكل بعيش، يعني لو هتعملي مثلا تجيبي عيش بلدي وتعمليه سندوتشات كده ويكون جنبيه شويه كده من السلطه البلدي هيكون حلو قوي، او شويه كمان من الطحينه هيكون طعمه حلو قوي، يعني وجبه كامله متكامله كده في طبق واحد. نتبع بقى كل الخطوات اللي احنا قلناها في الفيديو. لازم البطاطس تكون مبشورة بشر ناعم وتصفي المية بتاعتها، والبصل كمان يكون متصفي، الفلفل يكون متصفي، كل حاجة تكون متصفية علشان خاطر الكفتة بتاعتك بعد كده تكون متماسكة معاكي ويكون طعمها حلو. ولو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليكي على طول. ويلا بينا بقى نشوفها كده من جوه الكفتة نفسها بتكون عاملة ازاي، طرية كده وجوسي، وان شاء الله هتعجبك بإذن الله، وطعم البطاطس مش باين فيها خالص. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير.